السلام عليكم، أهلا وسهلا. اشتركوا في القناة الآن وفعلوا الجرس ليصلكم كل فيديو جديد. مدرب السنغال حس بالصهد وخرج يطلب المسامحة على فضيحته فالفاينال ويقلب لها على السبا. خرج مدرب السنغال بابي ثياو كي يحاول يبرد الصهد اللي وصله بعد الفضيحة اللي دار فالفاينال ديال كاس أفريقيا أمام المنتخب الوطني المغربي. فتيران عبد الله ما اللي قال للاعبين السنغاليين ينسحبوا من الماتش ويخرجوا من التيران؟ فاضرب للروح الرياضية وعدم احترام اللعبة والقوانين ديالها، ودابراه مهدد بالعقوبة هو اللاعبين والمنتخب دياله. بابي ثياو خرج على انستغرام دياله داير السبا بالتفاعل مع السنغاليين بتحقيق كاس إفريقيا، ونشر رسالة ركز فيها على محاولة تبرير الفضيحة اللي دار في الفينال ضد المغرب، حيث عارف أن العقوبة تابعاه، وقال: لعبنا بطولة استثنائية بتنظيم واعر، ولكن سالات مع الأسف بطريقة ما زويناش، وما كنتش قاصد مخالفة مبادئ اللعبة اللي كان بغيها. وكمل مدرب السنغال: كنت كان حاول نحمي اللاعبين ديالي من الظلم، وهذا الشيء يقدر يشوفوه شيء وحدين مخالف لقواعد، ولكن راه رد فعل عاطفي تجاه الانحياز. وبعد ما تشاورنا قررنا نكملوا الماتش ونمشي ونربحوا الكاس، وكان طلب المسامحة إلى غلطة في حق شي ناس، ولكن اللي كيبغيوا الكورة غادي يفهموا أن العاطفة جزء لا يتجزأ من الرياضة. عضو بالكاف: المغرب ينتصر قانونيا على السنغال. كشف عضو سابق في الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم أن المغرب يدخل نزاعه القانوني مع السنغال من موقع قوة، مستندا إلى معطيات تنظيمية وقانونية تجعل موقفه أكثر ترجيحا بعد الأحداث التي رافقت نهائي كأس إفريقيا للأمم. وأوضح المتحدث أن استخدام تقنية الفيديو VAR قد أكد سلامة القرار التحكيمي المتعلق بضربة الجزاء، غير أنه لم يمنع تضرر صورة الكاف أمام الرأي العام، خاصة بعد انسحاب المنتخب السنغالي من أرضية الملعب باستثناء قائده ساديو ماني، وهو ما غذا روايات التشكيك والمؤامرة رغم صحة القرار. وأشار المصدر إلى أن الملف المغربي يعتمد على مرتكزات قانونية واضحة، أبرزها المادة 145 التي تعتبر مغادرة الملعب سلوكا غير رياضي مكتمل الأركان بمجرد حدوثه، بغض النظر عن أي عودة لاحقة إلى أرضية اللعب. كما يستند المغرب إلى المادة 138 التي تصنف الواقعة باعتبارها إساءة مباشرة لسمعة اللعبة، خاصة وأن المشهد جرى أمام أنظار العالم وبحضور رئيس الفيفا ورئيس الكاف، ما يشكل ضررا كبيرا بصورة البطولة وقيمتها التجارية، مع التنبيه إلى أن التساهل في العقوبات قد يشجع على تكرار الفوضى مستقبلا ويهدد حقوق الرعاية والاستثمار. وعلى المستوى الأمني يبرز الملف المغربي توصيف الانسحاب كتحريض خطير هدد سلامة الجماهير والمنظمين، إذ يعد توقف فريق عن اللعب في نهائي قاري بحضور نحو 60,000 متفرج سلوكا عالي الخطورة يمكن أن يؤدي إلى انفلات أمني أو شغب جماهيري. وتشدد المذكرة القانونية وفق المصدر ذاته على أن المغرب كبلد منظم التزم بضبط النفس وحماية النظام العام، في حين صدر الاستفزاز من الطرف الآخر، وهو ما قد يبرر تشديد العقوبات المالية والإدارية، مع المطالبة بتوسيع إيقاف مدرب السنغال ليشمل المشاركة في كأس العالم 2027 وفقا للوائح الفيفا. ورغم خسارة المنتخب المغربي للنهائي بهدف دون رد، يرى متابعون أن الرباط لم تخسر معركتها القانونية، بل حولت الواقعة إلى اختبار حقيقي لمصداقية المؤسسات القارية وقدرتها على حماية صورة الكرة الإفريقية. وفي السياق ذاته أكد طارق الديب مستشار الحوكمة الرياضية والمدير السابق لقطاع المعلومات بالكاف أن ما جرى يمثل انتكاسة حقيقية للكرة الإفريقية، موضحا أن مشهد غياب أحد الفريقين عن الملعب بحضور رئيس الفيفا أعاد إلى الأذهان صورا من فترات كنا نعتقد أنها أصبحت من الماضي. وأضاف الديب أن تقنية VAR حمت القرار التحكيمي، لكنها لم تحمي سمعة الكاف التي تعرضت لضرر واضح أمام الجماهير، وهو ما يفرض على الهيئات الكروية اتخاذ قرارات حازمة تعيد الاعتبار للمنافسة والانضباط داخل الملاعب الإفريقية. شكرا لمتابعتكم، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. سلام عليكم.